قبل صباح الخير حتى انا جايه انقل لكم واقع خبرتي الايجابيه والميني سلبيه. صباح الخير الاول. بصراحه السؤال ده اتكرر كتير جدا وحاسه ان انا قادره ان انا على الاقل اطمنكم. يعني الفيديو ده نوع من انواع الامان اللي انا بديهولكم، وهبقى عايزاكم انتوا كمان تشاركوني ايه اللي حصل لكم انتوا كمان، لان الصراحه للاسف انا هشارك كل حاجه، الايجابيات والسلبيات، وهقول لكم تعملوا ايه لما تواجهوا السلبيات. ايه احساسي لما بروح لثيرابيست او اللايف كوتش او المعالج النفسي عامه لاول مره؟ يا بسنت احنا بنتكسف، يا بسنت احنا مش عارفين نتعامل ازاي، رايحه ومش عارفه انا هقول ايه، ببقى رايحه مكسوفه، ببقى رايحه حاسه ان هو مش هيفهمني، حاسه انه مش هيسمعني. طب اختار المعالج النفسي على اساس ايه؟ انا بدات اروح ثيرابي من 2018. كنت بمر بحاجه في الجامعه، اول مره احس اللي هو لا يلا انت لازم تبتدي تاخدي خطوه من ناحيه منتل هيلث، لان انا كنت بدات اكتئب بجد. تصرفاتي مع نفسي غريبه، تصرفاتي مع عيلتي غريبه، مع صحابي غريبه، كنت هارش جدا على نفسي، ما كنتش واثقه في نفسي كفايه، ولا واثقه في قراراتي. كنت خايفه اواجه العالم، كنت خايفه اواجه الناس، كنت خايفه اواجه نفسي، كنت خايفه اواجه مشاعري. بقيت عايزه اسلف ايزوليت، بس كنت حاسه ان انا محتاجه الحق نفسي، لان انا بكره نفسي بالمنظر ده. ما بحبش خالص ان انا ابقى الشخص اللي مش عارف راسه من رجله في كل حاجه. دخلت على جوجل سايكايتريست نير مي في التجمع. كنت وقتها لسه بقى اللي انا بقى معايا الفلوس اللي هي باخد مصروف، يعني لسه وقتها ما كنتش بشتغل. المهم في جوجل طلع لي ابلكيشن اسمه فيزيتا. انا بحكي لكم بالظبط قصتي. يعني فيزيتا ده عباره زي اللي هو زي طلبات بس للدكاتره. فنزلت عملت سيرش على الدكاتره النفسيين اللي قريبين مني. انا عامه كنت حاسه ان انا هرتاح مع بنت وما انكرش انا حكمت على الصوره لان هو الفيزيتا بيوري صور للدكاتره. فانا دخلت شفت صوره للدكتوره دي، حسيت اللي هو اوكي. وتو بي اونست هي وقتها كانت رخيصه، كانت عامله لها 250. وببص على اللوكيشن لقيتها ان هي جنبي قوي، يعني بدون مبالغه 5 دقايق بالعربيه. فقلت ايه ده حظي حلو جدا. رحت لها كانت الساعه 9 بالليل، حجزت وقتها ليترلي ساعتها، اللي هو لان فيزيتا اتس لايك ديكي سلوتس كده فاضيه، اللي هو بيقول لك مثلا من ساعه لكذا لكذا في سلوت فاضيه. حجزت وقتها على طول. قلت لها وقعدت معاها وحكيت لها. اول حاجه سالتهاني قولي لي بقى انت جايه هنا ليه؟ which السؤال فعلا يفتح حوار. قلت لها انا جايه هنا علشان انا حاسه ان انا داخله على اكتئاب، انا حاسه بكده. ما انكرش يا جماعه انا كنت رايحه مكسوفه جدا، لان السبب اللي انا رايحه له وقتها كان كبير قوي عندي، وده اللي انا جايه اطمنكم عليه، اللي هو مش مهم السبب اللي انتوا رايحين عليه مهما كان صغير ولا كبير، هي دي شغلانتها اللي هي تحسسك ان يعني ده مش صغير. وسمعتني وكلمنا وساعدتني وارتحت جدا. عندي مشكله صغيره ان انا ما رحتلهاش بعد اول كام سيشن. بعد ما خلصت رحت تقريبا حوالي 4 أو 5 سيشنز، وبعد كده ارتحت فما رحتش تاني. يعني الغلطه ما كانتش منها خالص، انا حسيت اللي هو قشطه انا ارتحت، مع ان ده غلط، لان هو انا كان في حاجات كتير قوي لازم اصلحها. وده اول خطأ، وده اتكلمت عنه في فيديو هحط لكم اللينك بتاعه. ان ما ينفعش يا جماعه علشان رحنا ثيرابي اول كام سيشن وتحسنا يبقى احنا كده خلاص، يعني مفيش كده مش هنروح تاني. لا مفيش حاجه اسمها كده، لازم نروح ونكمل. في حاجه كمان كانت بتحصل، ان انا ما كنتش بحجز سيشن اللي هو يلا انا جاي الاسبوع الجاي، او يلا انا هحجز مثلا في ميعاد معين. لا، انا اول ما بحس ان انا مش كويسه بقوم حاجزه سيشن اللي هو دلوقتي، يلا انا عايزه اروح دلوقتي. دي كانت حاجه شويه توكسيك. التريتمنت كان كويس قوي معاها الصراحه، ما كنتش متضايقه خالص، وكنت بالعكس كنت حاسه ان انا هتحسن مع الست دي. عندي مشكله صغيره ان انا مش فاكره اسمها ايه، ان انا رحت لها 5 سيشنز بس في 2018 واختفيت. رجعت تاني لثيرابي في 2021 بعد حوار بابا. 2021 لا في الاول كانت صعبه قوي، بدايتها كانت صعبه جدا كمان. حصل فيها كام انسيدنت، واصلا انا كنت قبل حوار بابا انا اوريدي كان عندي اكتئاب. كنت حاسه اللي هو لا this is too much to handle، محتاجه مساعده. دي احلى حاجه عملتها في حق نفسي، ان انا وقفت قدام نفسي وقلت انا محتاجه مساعده، انا مش بعمل حاجه غلط، انا محتاجه مساعده بجد، جينيوينلي محتاجه. اسمها دكتور ياسمين، دي اللي انا متابعه معاها لحد دلوقتي. عياده اسمها خان الحكمه في المعادي، بس انا بتابع معاها اونلاين علشان انا ما بين مصر ودبي. عملت نفس الغلطه ورحت لها لمده شهرين تقريبا او حاجه كده ووقفت. ارتحت، حسيت اللي هو ام فاين، وانا ما كنتش فاين ولا نيله. انا محتاجه اقف واقفه مع نفسي، ويلا روحي كملي، علشان انا فعلا نفسي اتعالج من حاجات كتير قوي. من الواضح ان انا في حاجات محتاجه اتكلم فيها، وكملت ولحد النهارده انا مكمله. ودي ملخص قصتي مع ان انا بدات ازاي ثيرابي. اول حاجه يا جماعه، احنا مكسوفين نروح، ده شغلهم، يعني شغلهم ان هم يسمعوك ويفهموك ويحلوا مشكلتك، مش مهم ايه هي المشكله، فما تخافوش وما تتكسفوش. تمام، يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه اختارها بيزد اون ايه، وهعرف ازاي انا هرتاح معاها ولا مش هرتاح معاها. للاسف دي حاجه ملهاش رد، دي حاجه بتبقى بيزد على الاكسبيرينس بتاعتك انت كشخص. هتبقى حابب
هتبقى مرتاح مع شخص ولا لا. ما هو انت هتحكمي ازاي انك مرتاحه مع حد الا لما تروحي وتاكشلي ترتاحي معاه. انا بريكومند الشخص اللي انا اتعاملت معاها علشان انا مرتاحه معاها، بس مش لازم ان انت لو رحت لها هترتاحي معاها، وده طبيعي جدا. يعني مش لازم خالص انك عشان انا رحت لها وانتي رحت لها فانا وانتي هنرتاح معاها. ناس كتير ارتاحوا معاها اما راحوا، بس مش لازم، وده طبيعي. هو في الاول في الاخر ده ارتياح يا جماعه، مش هينفع ان احنا نضغط على بعض. انا اسفه لو انا مش هعرف ارد على سؤال اختارها بالنيابه عن ايه، او هعرف ازاي انا هرتاح معاها، لان الصراحه انا ما اعرفش انت هترتاحي مع مين. في والله ناس بتحب الرجاله الكبار، في ناس بتحب البنات الستات الكبار، في ناس بتحب الرجاله الصغيرين، وفي ناس بتحب الستات الصغيرين. انا مثلا هرتاح جدا لو انا كنت مرتاحه مع دكتور ياسمين، لان انا عرفت ان هي ست وصغيره في السن، فكنت حاسه ان انا هرتاح. مش هرتاح مثلا ان انا اروح مثلا عند حد كبير، او مش هرتاح مثلا ان انا وده ارتياح شخصي يا جماعه، هي دي الفكره، ده ارتياح شخصي. فمش هرتاح ان انا اروح عند حد معين، تمام. ولما رحت عند دكتور ياسمين حسيت ان انا ارتحت، فكان لازم ان انا ادي لنفسي شان. ما ينفع ان انا احكم على شخص وانا ما رحتش اصلا ان انا قعدت معاه. انت اعملي سيرش، لو حد عمل لك ريكومنديشن لحد هو اكسبيرينس معاه والاكسبيرينس بتاعته معاه كويسه، روحي جربي حظك. لكن لو حسيتي ان انت يعني عملتي سيرش على حد وما ارتحتيش، ما تكمليش، هي دي الفكره. طيب لو انا دلوقتي رحت وما ارتحتش، لا هنجرب اكتر من واحد يا جماعه، لان هو ات سام بوينت المعالج النفسي ده شخص انت بتتعرق قدامه، سوري في الله. هو مش هينفع ان احنا وانا ما ارتحتش انا كده خلاص مش هينفع اروح لحد تاني، لا هنجرب. لان المعالج النفسي ده حد ما ينفعش لما ما ترتاحش تكمل معاه، ولما ما ترتاحش ما تكملش مع حد تاني خالص. مش هينفع ناخد العاطل مع الباطل. طب نبتدي نحكي بايه؟ هم هيتصرفوا، دي شغلانتهم، هم هيعرفوا يطلعوا الكلام من جواك. برضه بقى المهم فشخ اللي انا عايزه اتكلم هو ان في ناس كتير قوي بتبقى خايفه انها تروح ثيرابي، علشان الثيرابي يا جماعه كده كده اوفر ويل. مش هقدر اضحك عليكم واقول لكم ان هو مش اوفر ويل، لا هو اوفر ويل جدا. انا عارفه كويس جدا ان في ناس بتخاف ان هي تروح ثيرابي علشان ما تفتحش في حاجات قديمه هي مش عايزه تفتحها وخايفه تواجهها. وسوربرايز مش قادره اضحك عليكم واقول لكم ان دي حاجه مش هتحصل، دي حاجه لازم تحصل. مش حاجه مش هتحصل، لا دي حاجه لازم تحصل. ليه؟ علشان هي دي الفكره كلها، هي الحوار كله ورا الباب اللي انت مش عايز، صيتك اللي اتكونت بطريقه ما اللي انت عايز تتعالج منها دلوقتي لازم تفتح فيها. يعني مش قادره اكدب عليكم واقول لكم ان دي حاجه مش لا دي حاجه هتحصل، بس مش هتحصل من اول مره، هتحصل من تاني مره، ولا هتحصل من تالت مره. انا رحت في 2021 والسنه دي ابتدينا نفتح في التشايلد هود، او اخر السنه اللي فاتت كده ابتدينا نفتح في التشايلد هود. هي مش لازم تحصل من اول مره، لان طول ما احنا متابعين مع الثيرابيست هنبتدي اللي هو ايه، ده في حاجات محتاجين نفتحها ونتكلم فيها. الثيرابيست اصلا مش هتشخصك من اول مره ولا تاني مره ولا تاني، هو محتاج، هو كمان كمعالج نفسي محتاج وقت اصلا ان هو يتعرف عليك علشان يشخصك صح، ويعرف انت بتحس بايه وامتى، ويعرف التريجرز بتاعتك وكده. مش هتحصل من اول مره، مش هتحصل في ان احنا نتكلم في اول ساعه. عشان في كذا حد بيسالني بيقول لي اللي هو انا عايزه اروح احكي للثيرابيست، او انا عايزه اروح للثيرابيست، او عايزه اروح اتعالج نفسيا، بس انا خايف. طب ليه؟ علشان انا مش عايزه افتح في القديم. انا اسفه اللي هقوله، بس هو لازم القديم يتفتح. ليه؟ علشان الايشو اللي انت رايح عشانها محدش فينا بيبقى مدرك قوي ان شخصياتنا ومخنا واحنا صغيرين بيتكون على حاجات الادلت هود بتاعتنا بتبقى متاثره بده. اي حاجه بنعملها دلوقتي وشخصيتنا اللي متكونه دلوقتي جزء كبير منها مبني على اللي حصل لنا واحنا صغيرين. لان هو انت بتبقى مخك متكون باسلوب معين، فطبيعي لو انت مش فاهم انت مخك متكون ازاي هتبتدي ترياكت بطريقه انت اصلا مش فاهمها. فعشان كده لازم نواجه اللي حصل علشان نعدي وعلشان نبقى احسن، عشان نتعالج. والله العظيم انا عارفه ان ثيرابي اوفر ويلمنج. وعلى فكره يا جماعه انا قعدت لحد النهارده، اخر مره كان عندي ثيرابي من حوالي اسبوع، طلع في حاجه انا كان نفسي احكيها لك من زمان، انا خايفه ان انا ادخل فيها. انا حاسه ان انا مش قادره اصلا، مش عارفه افتحها معاكي ازاي. وانا قلت لها كده علشان انا حسيت اللي هو انا جاهزه لده. انا دلوقتي انا حاسه ان انا جاهزه لده، او حتى لو انا مش فولي جاهزه ليه، انا عايزه اعمله عشان اخلص منه. لان في حاجات معينه حصلت لي وانا صغيره مأثره قوي على الرياكشنز بتاعتي وانا كبيره. قالت لي حاجه ريليتد بايه؟ قلت لها ريليتد بالتوبيك ده. قالت لي خلاص سيبي لي انا الموضوع. وانا قلت لها كده علشان انا عارفه ان هي دي شغلتها، their job يا جماعه. هم دارسين وعارفين ان هم اللي هيفتحوا، هم هيعرفوا ازاي يطلعوا الكلام من جواك، هم هيعرفوا ازاي يخلوك تتكلم. فعشان كده انا بقيت واثقه فيها طبعا بعد سنتين يعني ولا شويه. دوسوا والله العظيم، انا عارفه ان هي اوفر ويلمنج على فكره، وهتدخلكم في الاول في دارك بليس كده، بس دوسوا. انا الناس بتفتكرني ان انا بتعامل مع ثيرابي وبتكلم عنه، والناس طبعا حابه كده يعني،
ان انا كاني بتكلم عن مشروب في ستاربكس. انا فعلا بنورماليز العلاج النفسي يا جماعه زي ما بنورماليز العلاج الجسدي عادي يا جماعه. ما هو انتوا لازم تقتنعوا ان في امراض، ان عادي في مرض نفسي وفي مرض جسدي، وكل واحد ليه الدكتور بتاعه. انا دلوقتي رحت وارتحت، اكمل مش اوقف ليه؟ ممكن اقلل السيشن، لما اكمل في حاجات هتتحسن اكتر. انا دلوقتي على فكره بتكلم مع الثيرابيست بتاعتي في اي حاجه وفي كل حاجه، مش حاجه معينه مثلا مش بتكلم في، لا بتكلم في كل حاجه. ليه؟ الديلي روتين بتاعنا يا جماعه هو اللي فيه الحل، ولو اتحلت هتشقلب حياتنا. مش لازم نروح علشان في تروما، ممكن نروح علشان هتظبط لنا دماغنا، ممكن نروح علشان احنا مثلا في هابتس معينه عايزين نكسرها ومش عارفين نكسرها ازاي. نيجي بقى ليه الحاجات اللي ما تتقبلهاش وما تسكتش عليها. اولا يا جماعه، ما تتقبلش ابدا وما تكملش مع معالج نفسي بيحكم عليك، بيقول لك انت كذا ومش عارف ايه وبتاع لان انا اسفه كلنا خطائين يعني. فحته ان هو يحكم عليك ده مش حاجه انا هعرف اتقبلها خالص. ما تتقبلش معالج نفسي يتحرش بيكي لفظيا قبل جسديا، ما تتقبليش ده. ما تتقبليش المانيبيوليشن اللي بيحصل، ولا انت عامه حتى كشخص يعني، ان في ناس كتير مرضى في العالم، تمام؟ فما تتقبلوش ده خالص. مفيش معالج نفسي، انا بس بقول لكم ان ايه الحاجات اللي لو شفتوها ما ينفعش تتقبلوها. مفيش معالج نفسي المفروض ان هو يلمسك يقول لك هنعمل تريتمنت، هنعمل مثلا في مساج معين مش عارف ايه، لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص، تمام؟ ما تتقبلوش ان معالج نفسي يروح يقول لاهاليكم حاجه ريليتد بيكم من غير علمكم واذنكم وموافقتكم عليها. ما تتقبلوش ان معالج نفسي يلت معاكم في حاجه، هو ده مش شغلته. هو احنا مش جايين لخالتي اللتاته، احنا جايين نحكي موضوع ونتكلم في ايشو. وانت يعني كمعالج نفسي ما ينفعش ان انت تيجي تلت معايا. ما تتوقعوش اي حاجه من اللي انا بقولها لكم دي وتعدوها بسلام. لو معالج نفسي راجل بالذات ابتدى اللي هو يلا بقى اسال عليكي على الواتساب وابعت لك مش عارف ايه، دونت جو ذير. ما تقعوش في حب المعالج النفسي بتاعكم يا جماعه، دونت جو ذير، ما ينفعش. لو في ايمرجنسي، لان انا ساعات بيبقى في عندي ايمرجنسيز، ساعات بيجي لي بانيك اتاكس، فساعتها ببعت للثيرابيست بتاعتي بقول لها انا بمر بكذا كذا كذا، فهي بتقول لي اعمل ايه وخلاص. ودي ما بتبقاش كتير لان انا اي نيد تو ريسبكت، مش هينفع يكونوا فاضيين لنا 24 ساعه. ما تتقبلوش ان معالج نفسي يحسسكم ان انتوا قليلين، او ان اللي انتوا دايما بتعملوه ده غلط، او يتعصب عليكم. ايه ده؟ لا ده كده مش معالج نفسي شاطر ولا صح اصلا. لو لقيتوا الحاجات اللي انا بقولها لكم دي تهربوا فورا. انا خلصت الميك اب لوك، واخر حاجه عايزه اقولها هو ان بجد يا جماعه انا اتحسنت كتير قوي 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 مع ثيرابي. والله يا جماعه العلاج النفسي بجد مهم جدا جدا جدا، وبحس ان هو اصلا الحاله النفسيه بتاثر على كل حاجه في حياتك، على حالتك الجسديه، على حالتك كل حاجه. بحس ان المنتاليتي بتاعتنا لما تتظبط كل حاجه بتفرق في حياتنا بجد. وحاجه برضو من اللي فرقت معايا برضو اكيد الصلاه. لو في مشكله مش عيب ان احنا نروح نلجا لمساعده، وبالذات لو مساعده متخصصه. قولوا لي لو عجبكم الفيديو او استفدتوا منه، اعملوا سبسكرايب للشانل، وقولوا لي لو في اي اسئله اقدر ارد فيها على الكومنتس او بفيديوهات تانية، انا هعمل كده برضو. ويا ريت يا ريت يا ريت تكتبوا لو في حد راح لاي معالج نفسي يكتب وهو يعني حابب ان هو يريكومند الاسم بتاعه، يكتبه ويكتب هو، او يكتب رقمه، يكتب اسم العياده، يكتب الاكونت بتاعه في الكومنتس، علشان recommendations بجد بتفرق قوي. اهم حاجه يومكم ان شاء الله يكون حلو، واتمنى اكون اي كفرت كل الاسئله واكون طمنتكم enough ان انتوا تعملوا الخطوه دي، وبحبكم.